اوكي، دي عيلة مكونة من 3 أطفال وأمهم، وكانوا ناويين يسيبوا البيت ده ويعزلوا ويروحوا بيت جديد. وفي ليلة من ليالي أمهم بتبعتهم يجيبوا أكل من بره، وهم في الجراج تحت يحصل زلزال كبير، ونتيجة الزلزال ده يعمل حفرة في الأرض، وبينزل الولد عشان يشوف الحفرة دي فيها إيه. فبيلاقي نفسه في مكان زي ما يكون بنك بس قديم خالص، وبياخد حاجات كانت محفوظة في المكان ده، وبياخد كمان معاه كتاب غريب كده كان فيه دعوات كتير حواليه، وكان فيه رسومات، وزي ما يكون كان فيه هجوم كبير زمان على الناس دي. وبعد ما بيرجع اوضته بيحاول يفتح الكتاب بس بيتعور، بيلاقي السجاده امتصت الدم بسرعه، واخته قالت له بلاش تفتحه، بس هو اصر انه يفتحه. وبيبصوا هما الاتنين ويلاقوه بيتفتح لوحده، ومن جوه بيلاقوا رسومات غريبه واشكال تخوف. فاخته بتخاف وبتقفل الكتاب بسرعه. بعدها الولد بيشغل الاسطوانه اللي لقيها في الحفره، بيسمع واحد بيتكلم عن ان الكتاب اللي لقيه تحت ده اسمه كتاب الموتى، والكلام والرسومات اللي فيه مرسومين بالدم، والصفحات بتاعته معموله من جلد البشر، وان الكتاب فيه طقوس وتعويذ قديمه، وان اللي يقرا الكتاب ده بتحصل له حاجات خارقه للطبيعه. وبيبتدي الراجل اللي في الاسطوانه يقرا الكتاب، فالواد بيخاف ويحاول يوقف تشغيل الاسطوانه بس ما بتقفش، والراجل اللي في الاسطوانه مستمر في القرايه. وابتدى الولد يخاف جدا، وابتدى الكتاب يقلب في الصفحات لوحده بسرعه، والراجل مستمر في القرايه، والولد حاول يوقف الكلام وبرضه مش عارف. وفجاه امه كانت خارجه من الاسانسير، بتلاقي حاجه شالتها ودخلتها الاسانسير تاني، وكمان طلعت بيها هي والاسانسير وراحت هبدتها. ولما الاسانسير وقف حاولت تخرج بس ما عرفتش، وابتدت تسمع اصوات غريبه حواليها، وبتخاف جدا جدا، وبتبتدي تلاقي الاسلاك بتتلف حوالين رقبتها وكمان ايديها لحد ما بتقدر تكتفها خالص، وبعدها الكهرباء بتقطع. وبيتفاجئوا بعدها ان مامتهم جايه لهم وحالتها صعبه جدا، وكانوا مستغربينها خالص. وبتبتدي تعمل اكل في المطبخ، وبتحاول تقول لهم ان العفريت سكن جواها، وبتحاول تحذرهم منه، وبتقول لاختها خلي بالك من اولادي. وبعدها بيغمى عليها، وبياخدوها عشان يعرفوا ايه اللي حصل، ويلاقوا الاسانسير بيفتح ويقفل لوحده، وبيلاقوا السلالم كمان انهارت كلها، فبيضطروا يرجعوا بيها الشقه مره تانية. اختها بقى بتنادي الجيران وبتقول لهم على اللي حصل. لما جارها بيقفل لها عينيها بيلاقوها بتفتح مره تانية لوحدها، وجارهم بيقول لاختها انها خلاص فرقت الحياه ويلا علشان نصلي لها. وبعدها جارها بيقول لباباه احنا ممكن ننزل عن طريق سلم الطوارئ، فبيقول له الباب مقفول ولازم نكسره. وفعلا كانوا بيحاولوا يفتحوه بس ما كانوش قادرين. اختها بقى كان اسمها بيسي، وكانت بتكون حزينه جدا عليها، ووسط ما هي بتكلمها بيجي لها فويس نوت على الموبايل بصوت اختها بتقول لها انا حاسه ان انا بتحرق من جوه، ساعديني ارجوكي. وبتشوف بيسي درجه حرارتها وبتلاقيها عاليه خالص، وبياخدوها علشان يحطوها في البانيو. كانت طبعا بتقاومهم جدا، وهم كانوا بيحاولوا يثبتوها، وبيبصوا ومره واحده يلاقوها اتعلقت في السقف، وبتبتدي تصرخ جامد، والصوت بيبقى صعب جدا، وبتقع بعدها في الميه تاني. تخرج من الميه، والوحش اللي جواها بيبتدي يهاجمهم، وبتهاجم بيسي وبتعورها، وبعدها بتهاجم على بنتها بريدجيت وبتعورها بجهاز رسم الوشوم قبل ما يجي اخوها ويبعدها عنها. ووسط ما هم خايفين بيجيلهم جارهم، بس إيلي بتهجم عليه وبتقدر تقلع له عينيه، واختها بتقفل بسرعة عليها الباب وهي عمالة تخبط عليه، وكانوا خايفين وبيحطوا الدولاب ورا الباب. وبتبص اختها من العين السحرية بتلاقيها بتخلص على الجيران كلهم، وبسرعة بتفتح الشباك علشان تطلب مساعدة، بس بتلاقي الدنيا مطرة شديدة ودوشة ومحدش بيسمعها خالص. وبتروح بريدج المطبخ علشان تطمن على الجرح، فبتلاقيه ابتدى يكبر ولونه ابتدى يسود اكتر، وبتتفاجئ باصوات غريبه بتسمعها، ومناخيرها ابتدت تنزف وكمان عينيها. ومش بس كده، دي ابتدت ترجع كمان، وكانت مرعوبه جدا جدا من اللي بيحصل. امهم بقى في الوقت ده كانت بره الشقه ومقفوله عليها، كانت عماله تنادي على بنتها الصغيره بتحاول تقنعها انها تفتح لها الباب، وبتقول لها انا مامتك حبيبتك افتحي لي الباب ومش هعمل لك حاجه. وطبعا كانت بتضحك عليها، والبنت يا حرام ما كانتش عارفه ان الوحش اللي جوه مامتها هو اللي بيتكلم مش مامتها. فبتفتح لها الباب، فبتمسكها إيلي علشان تهجم عليها، وبتيجي بسرعه بيسي والولا ويخلصوا البنت منها ويقفلوا الباب بسرعه تاني. والبنت يا حرام بتقول لهم انا افتكرت ان ماما هي اللي بتكلمني، وان هي خلاص ابتدت تخف وبقيت حالتها احسن. وبتروح بيسي عشان تبص على بريدج، فبتلاقيها بتاكل ازاز، وبتلاقي الوحش استحوذ عليها هي كمان. وبتقول لها بريدج انا باكل ازاز علشان اخلص على الكائنات اللي جوه بطني. ومره واحده بتهجم عليها، وبتحاول بيسي تهرب بس ما كانتش عارفه، لحد ما بتخبطها بالحله وبتجري بسرعه منها.
وبتجري بريدج وراها، وكانت رايحة تهجم على كاسي بس بتحتمي بالدمية بتاعتها، وهوب بالهنا والشفا يا بريدج. وبعدها بيمسكوها ويربطوها علشان كانوا خايفين لا تقوم مرة تانية. وبتقول بيسي لداني انا عايز اسمع باقي الاسطوانة عشان ممكن يكون هي دي اللي فيها الحل. فبيقول لها بس ده خطر. قالت له ممكن نلاقي الحل فيها عشان نتخلص من الوحوش دي. وبيبص داني وراه بيلاقي بريدج قامت مرة تانية وكانت رايحة تهجم على كاسي، فبيجري بسرعة داني ويخلص كاسي منها، بس بريدج ما بتسيبوش وبتهجم عليه مرة تانية وبتضربه بالسكين، فبيحاول يحرقها بالنار بس للأسف بعد ما كانت ضربته. بيسي بقى وهي بتسمع السي دي بتلاقي الراجل بيقول انهم عملوا كل المحاولات علشان يقدروا يتخلصوا من الوحوش دي بس معرفوش، وحاولوا بكل الطرق عشان يقضوا عليهم عن طريق انهم حرقوهم وقطعوهم، بس في كل مرة كانوا بيرجعوا برضو تاني. وسط صدمتها بتبص وبتلاقي إيلي وراها وبتهاجمها إيلي وبتضرب بس إيلي بالمفك في رقبتها، بس إيلي مش بتتأثر وبتضربها هي كمان وبتقول لها انا هاخد روحي. فبتنادي عليها كاسي وبتلافلها المقص، فبتاخده بس وبتلبسه ليلي. فبتجري وبتطمن على كاسي وبتقول لها انا هخرجك من المكان هنا. وبيخرجوا هما الاتنين بره ويلاقوا جيرانهم كلهم ميتين، وبتحاول تاخد البندقية علشان تكسر بيها باب الطوارئ، فبتلاقي إيلي جايالها بسرعة فبتضربها بالبندقية، وبتتفاجئ انها بتلاقي جيرانها الميتين ابتدوا يصحوا وكمان هيهاجموها، فبسرعة بيجروا على الاسانسير. وبتكتشف كاسي ان المفاتيح هي السبب ان الباب مش راضي يقفل، فبيتقفل عليهم الباب. فبيبصوا بيلاقوا دم عمال يدخل الاسانسير من كل حتة، وبريدج بتحاول تنقذها بأي طريقة بس مش عارفة تعمل ايه، والدم كان عمال يزيد ويكتر لحد ما الحمولة بتزيد عن الوزن المسموح وبيقع بيهم الاسانسير. وبتطمن تحت على كاسي وبتلاقيها كويسة، بس بتسمع صوت الوحوش نازلين وراها وبتجري على العربية علشان تهرب بيها، وبتفتح باب الجراج وبتيجي تجري بالعربية، فالعجلة بتغرز في الحفرة اللي في أول الفيلم. بتبص بس وبتلاقي كل الناس اللي ماتوا اتجمعوا في جسم واحد مع بعض، وبتستخبى منهم ورا العربية. ووسط ما هم مستخبيين بتلاقي باب الجراج ابتدى يقفل، فبتجري بسرعة هي وكاسي، وهوب بعد ما بيخرجوا الوحش بيسحب كاسي جوه، بس بريدج ما بتسيبهاش وبتكسر الباب علشان تدخل تنقذها في الوقت اللي الوحش كان رايح يخلص فيه على كاسي، بس بريدج بتضربه بالنار بس بيقدروا يمسكوها وكان هيحطوها في المفرمة. وعلى آخر لحظة بتقدر كاسي توقفها وبتهرب بسرعة بيسي منهم، وبعدها بتقول لكاسي تشغلها مرة تانية وبتزقهم بالمنشار في المفرمة، والمفرمة بتخلص عليهم كلهم. وبيخلص الفيلم ان بتاخد بس كاسي وبيهربوا من المكان هما الاتنين بسرعة بعد ما فضلوا عايشين فيه بأعجوبة وبس. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا في الكومنتات على افلام نفسكم نلخصها لكم، واشوفكم في فيلم جديد وملخص جديد. سلام.